بيبدأ فيلمنا في جزيرة اسمها الطاووس، وبيكون في عمال بيرشوا مادة لونها أخضر على ملاعب الجولف هناك. والمادة دي بتسيح التلج بسرعة، وده علشان الأغنياء يعرفوا يلعبوا الجولف والمشاريع ما توقفش بسبب التلج. وبنشوف واحد اسمه أندريا بيكون راكب العجلة بتاعته وبيسمع مذيع الراديو اللي اسمه باتريك، ومش بيكون مركز في الطريق. وبتيجي عربية وبتقف على آخر لحظة، واللي بيكون سايق العربية دي ضابط من سكان المدينة، وبيزعق لأندريا لأنه ماسك التليفون وبيقول له إنه هو كان بيسمع الراديو. فبيكمل وبيسيبه وبيكسر الإشارة كمان. ولما بيوصل البيت بيشوف كاميليا المربية قاعدة مع أخته الصغيرة الرضيعة آني، وبيعرف إن أمه لسه ما جاتش، وبيروح يقعد في الأوضة بتاعته وبيسيبهم. وبنشوف الضابط دان وهو بيكلم بنته علشان يتفق معاها يروح يجيبها من شغلها، وبتقول له انها لسه ما خلصتش وهتتاخر وهي هتبقى تيجي لوحدها. في الوقت ده بتروح كاميليا لأوضة أندري وبتعرفه إن أمه اتأخرت جدا وهي لازم تمشي، وبتطلب منه إن يخلي باله من أخته الصغيرة على ما أمه تيجي. وتاني يوم بتصحيه أمه من النوم وبتطلب منه إنه يخلي باله من أخته لحد ما المربية كاميليا تيجي هي كمان. وبيكون دان بيوصل بنته لشغلها اللي بيكون في ملعب الجولف، وبيسمع باتريك في الراديو وهو راجع إن الأغنياء بيحاربوا الطبيعة وعوامل المناخ وعايزين يغيروا عوامل الجو علشان مشاريعهم تمشي. وقتها بيكون أندريا لبس هدوم المدرسة ومستعدة علشان يمشي، وبيفضل مستني كاميليا لكنها ما بتجيش، فبيضطر إنه يغيب عن المدرسة علشان يقعد مع أخته. وبيشوفها وهي بتلعب في التلفزيون وكان هيقع فوقيها، وفي آخر لحظة بيلحقها وبيمسك التلفزيون. وبعدها بنشوف مارسيل ومعاه شريكته ومعاها كلبة اسمها روبي، وبيقابلوا شريك مايكل ودول أصحاب ملعب الجولف وجايين علشان يشوفوا بعد ما خلص وجاهز إنه يشتغل. وبتاخدهم بيت للملعب الجديد علشان يلعبوا ويجربوه. وبمجرد ما بتنزل الكورة جوه الحفرة بتتغلغل المادة الكيميائية وبيكون لونها أخضر وبتنزل في مواسير مياه الشرب. وبنشوف أول واحد بيشرب كوباية المية دي بعد ما بقت فيها المادة، وبنشوفه وهو بيتسوق. ولما بيرجع البيت بيلاقي في مادة غريبة على أسنانه وبيكون لونها أخضر، فبيحاول إنه يمسحها بأي طريقة لكن مش بتتمسح. وفجأة بتحصل له حاجة غريبة جدا وبيحس بدوخة، فبيجري بسرعة على مراته اللي في الدور اللي فوقيه وبيعضها في رقبتها، وده لأن الفيروس انتشر في جسمه وحوله لزومبي. ومراته بعد ما اتعضت هي كمان اتحولت. وفي الوقت ده بيكون مارسيل ومراته خلصوا لعب وراجعين المبنى، وبيلاقوا ناس كتير جدا وموظفين بيجروا وخايفين ومش بيعرفوا هم خايفين من ايه اساسا. وبتخرج الكلبة روبي وبتعض صاحبتها وبتحولها لزومبي، وبيجري مارسيل مع مايكل علشان يستخبوا في اي اوضه بسرعه. فبتهاجمهم الكلبة وبتمسك في رجل مارسيل وبتحوله هو كمان لزومبي. وساعتها مايكل بيهرب منه وبياخد سكينه وبيستخبى بعيد عنه. وبنشوف دان واللي جاله بلاغ من ست عجوزه ان الجيران عاملين ليها ازعاج شديد، وفجاه بتهجم عليه وبتجري وراه، وهو بيدخل بسرعه العربيه وبيقفل الباب وبيشوف شكلها من ورا الازاز ومش بيكون فاهم حاجه. وبيتصل ببنته علشان يطمن عليها، ولما ما بتردش بيقلق اكتر وبيبعت لها رساله على اللي بيحصل في الجزيره. وبنشوف اندريا وهو قاعد في البيت ومستني امه، ولما بتيجي بيقول لها ان كاميليا ما جاتش النهارده، وبتقول له روح علشان تجهز الرضعه لاختك. ولما بيروح بيجهزها وبيملأ الميه من الحنفيه، لكن امه بتشوفه وبتقول له خد من الازازه المخصصه ليها. وبالليل بيشوف امه وهي بتجري عليه وما بيكونش فاهم فيه ايه. امه بتكون اتحولت كمان لزومبي وبتطلع تجري وراه بره البيت، وفجاه بتخبطها عربيه وبيكون الضابط دان فيها وما بيكونش واخد باله لانه رايح علشان يلحق بنته. ولما بينزل بيقول لاندريا ان دي ما بقتش امك وما تلمسهاش لانها هتأذيك، وبيفهموا الوضع ايه في المدينه اللي بقت كلها زومبي. وبيركب العربيه وبيمشي بسرعه، وبيروح اندريا وبيشد امه من رجلها وبيدخلها البيت لان كان فيه هجوم من الزومبي داخل عليهم. وبيتصل بسرعه بالشرطه وبيلاقي رساله مبعوثه للناس كلها، والرساله دي ان كلهم يلزموا البيت وما يخرجوش منها تماما لان المدينه بتمر بحاله طارئه دلوقتي. وبيشد امه وبيدخلها الحمام وبيقفل عليها بسرعه، وبيروح لاخته واللي بتكون بتعيط بصوت عالي جدا، وده بيجذب الزومبي ناحيتهم. وبيحاول يسكتها علشان يمشوا ولكن بيبقى خايف لانه لوحده. وبنشوف بيت وهي لسه في ملعب الجولف وبتكلم ابوها وبيقول لها انه جاي لها في الطريق، وبيكون صوتها واطي خالص علشان محدش يسمعها. وبتقول له انهم في كل مكان حواليها، وبيكون المصابين بالفيروس عددهم زاد جدا في المدينه، وبيروح معظمهم ناحيه الجسر علشان يخرجوا من الجزيره دي. وبتقرر الحكومه انها تقفل الجسر علشان تمنع خروج اي حد من الجزيره، وبترمي عليهم المتفجرات والصواريخ علشان يقتلوهم. الصبح
الصبح بتروح كاميليا المربية ناحية الجسر علشان تروح شغلها، وبتشوف ان الجسر متدمر وبترجع تاني وبتترعب. وبيتابع اندريا من التليفون بتاعه الاخبار وبيخلي باله من اخته، ولما بتعيط بيروح علشان يعمل لها الرضعة، وكان هيملاها من الحنفية ولكن بيشوف الازازة لحسن الحظ وبيروح وبيعمل منها، وبيروح لامه الحمام وبيديها اكل لانها بتكون صعبانة عليه. ولما بيدخل بيسيب الباب مفتوح وبتدخل اخته الصغيره الحمام، فبتهجم امه عليها بس لحسن الحظ انها كانت جوه كابينه الدش. وبيحاول انه يشتت انتباهها ناحيته وبتقع شاشه التلفزيون على دماغ امه وبتموت، وبيحس بالذنب على موت امه وبيسحبها تاني وبيرجعها الحمام. وبياخد اخته وبيكون خلاص ناوي يخرج من البيت علشان يجيب اكل لاخته لان ما عادتش عايزه ترضع. وبيقف ورا الباب وبيفتحه بسرعه والكل بيدخل جري في البيت، وبيخرج هو وبيروح ناحيه النادي علشان يجيب اكل من السوبر ماركت اللي جوه. وبيتفاجئ ان في عدد كبير جدا وبيجروا وراه كلهم، وبيفضل يفتح في الابواب والشبابيك. وفجأة الباب بيتفتح لوحده وحد بيشده جوه، وبيطلع هو ضابط الشرطة دان. وبيدور أندريا على حاجة لأخته علشان تاكلها، وبيلاحظ إن في واحدة مصابة بالفيروس محبوسة، وبيطمنه إنها بنته وهو حابسها على أمل إنه يلاقي ليها علاج. وبالليل بيسمعوا الراديو اللي بيتكلموا فيه عن قرارات الحكومة، وهي إنهم هيدمروا الجزيرة تماما. وبيقرر دان إنه يعمل مداخلة معاهم، وبيقول إن معاهم طفلين دلوقتي وبيطلب منهم المساعدة علشان يقدر ينقذهم. وبيتكلم دان مع أندريا عن السبب اللي خلى الناس كده، وبيتوقع دان ان الميه هي السبب لان الناس كلها بتشربها. وبيقول ان ممكن يكونوا الارهابيين اللي في الجزيره هم اللي حاطين الفيروس في الميه. وتاني يوم بيقرر ان هم يخرجوا من السوبر ماركت، وبياخد دان بنته وبيكون حاطط على راسها قفص علشان ما تعضش حد. وبيدخلوا العربيه بتاعتهم وبيمشوا، وبنشوف اتنين شغالين في الشركه واللي كانت مسؤوله عن رش ملعب الجولف، وبيكونوا جايين علشان يقابلوا واحد اسمه مايلك، وده اللي ما حصلهوش حاجه في الملعب كله. وبيكون فاكر ان هم جايين علشان يحلوا المشكله، وبيقول لهم ان هو حرق كل العقود اللي ما بينهم. وبتمسكوا واحده منهم وبتحط له الماده السامه دي في بقه، وبيتحول هو كمان لزومبي. وفي الوقت ده بيروح اندريا ودان للمكان اللي بيضخ ميه للجزيره، وبيسيب اني في العربيه علشان ما تعيطش بصوت عالي، وبياخدوا معاهم بيت علشان ما يسيبوهاش مع الطفله. ولما بيدخلوا بتشوف بيت خزانات ميه كتير وبترمي نفسها فيها، وبيروح ابوها علشان يخرجها، لكن بيكون في واحد من المتحولين جوه. وبيهرب اندريا بسرعه وبيروح العربيه وبيسيب دان. وبيحاول دان انه يخرج بنته من الميه وبيشدها، ودراعها بيطلع في ايده وبيزعل جدا لكنه بيطلعها وبيروح بسرعه للعربيه. ولما بيدخل بيشوف الماده اللي جوه دراعها وبتكون عباره عن عشب اخضر، وبيعرفوا انه مش الارهابيين هم اللي عملوا كده وان دي الماده الخضراء اللي اترشت في الملاعب. وبيقرروا يروحوا لهناك علشان يكتشفوا الحقيقه. وبنشوف البنتين دول وهم واقفين في ملعب الجولف وبيرموا فيه كور لونها ابيض وبيكون جواها دخان، وبنعرف ان هو ده المصل وهو ده اللي هيقضي على الفيروس بالكامل. وبيوصل دان واندريا للملعب وبيدخلوا وبياخد بنته وبيحبسها في اوضه، واندريا بيسيب اخته في مكان وبيحوطها بكراسي علشان محدش يأذيها. وهم بيدوروا بيلاقي الكلب مصاب بالفيروس وشكله في نهايه حياته وحالته صعبه جدا، فبيخاف دان على بنته لا تكون دي نهايتها هي كمان. وبيرجع اندريا علشان يشوف اخته وبيكتشف انها مش موجوده، فبيخاف عليها جدا وبيروح علشان يدور عليها. ودان بيلاقي ان في قنبله هتنفجر في المكان، وبيتعض من واحد من الزومبي وبيتصاب هو كمان، لكن بيقدر يوقف العدد التنازلي للقنبله. في الوقت ده البنتين بيشوفوا اني وبكل قسوه قلب بيحطوا لها الماده دي علشان تاكلها. وبعد ثواني بيوصل اندريا وبيفرح انه لقاها وبيشيلها، وبيشوف البنتين وبيحاولوا يدوله الماده السامه هو كمان. وبتتحول اني لزومبي وبتعض واحده من البنتين في ايديها وبتتحول هي كمان لزومبي. وفجاه بيجي دان بعد ما اتصاب وبيعض البنت السليمه هي كمان، وبتقع من البنت كوره وبتنفجر وبتطلع الدخان اللي فيها، وبيشمها دان واني وبيرجعوا تاني طبيعيين. وبيبعد اندريا عن دان لانه خايف منه، وبيفتح بس علشان يوصف حالته الصحيه ويوضح للناس ايه اللي بيحصل واسباب انتشار الفيروس، وبيعرفهم انه مش مصاب ومحتاج حد يساعدهم من الحكومه. وبينتشر الفيديو بتاعه في كل مكان، وبتستجيب الحكومه لكن بتروح علشان تدمر المكان مش تنقذ اندريا واخته. وبيروحوا وبيولعوا في دان وبنته مع انه مش مصاب وبقى كويس. وبيهرب اندريا بسرعه من المكان علشان ما يقتلوهوش هو واخته. ولحسن الحظ بيكون في مركب جاي علشان تنقذه، وبنعرف انها كاميليا لانها شافت الفيديو بتاعه وبتقرر انها تنقذه. وبيروح اندريا معاها واخته خلاص بتكون خفت من الفيروس بسبب الدخان اللي كان في المصل اللي انتشر. وبعدها بتعلن الحكومه انهم قضوا على الفيروس والحياه رجعت تاني كويسه والفيروس انتهى.